بني ساعدة اكو في الظل ظلة يعني سقيفة، دول ينامون هناك، اكو فقراء. يقول اجيت قال لي قسم عليهم، قام ياخذ عاونه انا اخذ قرصه قرصتين ويخليهن تحت راس هذا، شو خده عنده، شو فراش عنده، شنو يخليهن، وراح للثاني وللثالث وذولا كلهم الطب. يقول لما كمل قلت له سيدي هؤلاء يعرفون الحق، يعني يعرفون الولاية، يعني ذولا من الإمامية، يعني ذولا من الشيعة. قال لي لو كانوا يعرفون الحق لواسيناهم بالدقة. باللسان، شوف لسان العرب يقول الدقة يعني الملح المدقوق، اكو ملح جريش، ملح لا داقي، يعني حتى بالملح كنا نواسيه، مو بس بالخبز. لو كانوا ذولا من شيعتنا بس مسلمين بسطاء فقراء ضعفاء احنا نساعدهم، مو الا من جماعتنا يكونوا ناس مسلمين ضعفاء لازم نساعدهم نعينهم. زين اذكر لك لقطة ثانية من روحية الإمام. سنة من السنين شوية قحط صار في المدينة وقلة الحنطة، قامت الناس تشتري شعير وطبعا تسوي طحين وتاكل. الإمام التفت إلى أحد غلمانه قال له ايش عندنا حنطة؟ قال له سيدي الحمد لله من أول السنة احنا مشترينا السنة والسنة ما نحتاج شيء والناس في ضنك. قال له شوف بيع نص هذه الحنطة اللي موجودة واشتري بمكانها شعير، وأكلنا هذا خلطة شعير وحنطة، شعير وحنطة. ثم قال أنا أقدر أن أوكل أهلي بس حنطة، لكن مو من الإنصاف أن الناس يأكلون خبز الشعير ونحن نأكل خبز الحنطة، على أنه الإمام له صلاحيات.